بما اننا نتمشى في حدائق القبة والشوارع القديمة والبيوت القديمة، احنا خلف مرور الحدائق دلوقتي في كمية عند عمارات الأوقاف، وفي كمية بيوت قديمة ومصنع نسيج كانوا من التراث الشعبي. يعني في مباني جديدة وفي حاجات جديدة. دي عمارات الأوقاف، تمام. هنا بنزيون حلو، ولكن في حاجات بقى تاريخية، في حاجات اتجددت وفي حاجات ما اتجددتش. يعني ده مبنى قديم قوي، يعني من أربعينيات أو عشرينيات الدنيا، تمام. أنا كنت بحب أتمشى في الحتة دي قبل كده عشان الشجر والكلام ده. ف لا ده كده الدخلة بتاعت والله برضو البيوت القديمة والمشربيات والحاجات دي، البيوت الجديدة والكلام ده. ولكن الحاجات القديمة دي برضو ليها طابق وليها رونق. ده هنا مقفولة، يبقى نلف لها من الناحية التانية. انا قلت برضو الحاجات البيوت القديمة قوي دي من عشرينيات، يعني اقدم من دول في دول اتأسست في العشرينيات، مع احترامنا كل جميع طبعا يا جماعة. لكن اقول لك على عبق وتاريخ مصر، يعني مش 7000 سنة، 20000 سنة، ولا 20000 سنة، 50000 سنة. ممكن تقول يعني جاءت مصر ثم جاء التاريخ. الكلام ده حقيقي على فكرة، يعني تدوينات التاريخ يعني احنا اللي دوناها او ما قبلنا. هنا بقى ده اللي انا بقول لك عليه. هنا ده كان مصنع سجاد قديم القطان، ده امام قصر القبة وقريب من الميدان عند عمارة الأوقاف. دي عمارات الأوقاف، وده المكان. يعني كل شيء يعني بينبض. كانت في حياة هنا، وكان في شغل هنا، وكان في حاجات كتيرة قوي هنا اهو. فبصراحة شيء جميل يعني، وشيء كويس. ده كان مصنع القطان، نخل بقى والشغل ده. تخيل ده كان عامر بالحياة، كانت الدنيا كويسة. شايف بقى المباني، حاجات كده ايه يعني، عبق تاريخ بقى، يعني عبق تاريخ اهو. بص سجاد القطان، يعني اقرا كده اهو، مصنع سجاد القطان في حته مميزه طبعا، ولا كان في مناطق صناعيه بقى ولا. وطبعا دي صناعات مش ملوثه للبيئه، دي على ايامهم طبعا، غير الثوره الصناعيه اللي حصلت في بريطانيا لما كانت الصناعات الملوثه والكلام ده. وحاجه من التراث ومساحه مهوله كمان وجنينه، يعني تخيل مصنع بجنينه. شايف كميه الورد والشجر والحاجات دي عند عمارات الأوقاف. يعني مش عايز أقول لك، يعني هنا يصمت التاريخ قليلا، هنا يصمت التاريخ قليلا، هنا يصمت التاريخ قليلا في عظمة وجمال وروعة المكان. يعني مش عايز أقول لك، المنظر نفسه رائع يعني. وهنا يعني عارف إيه يعني مش عايز أقول لك، قطعة منسية حلو من حدائق القبة. فحاجة كويسة بصراحة. وده جامع الحدائق بصراحة يا جماعة، يعني بص مش عايز اقول لك يعني. شايف المنظر من هنا عامل ازاي؟ فروعة وأعبق وجمال المنطقة. وجامع خرجنا برضو قصر القبة وجامع القبة. فحاجة بصراحة سجاد القطان. مسجد. فحاجة حلوة بصراحة يعني، وشيء جميل. ونعود أدراجنا. نعود
أدراجنا وسط الجمال، وسط الجمال القديم والعمارة القديمة، وسط كل شيء جميل، وسط كل شيء جميل.